لسه مكملين مع بعض مسؤول 100 مليون على شبكة الإذاعات الإقليمية في فترة الضم الموحدة. الاقتصاد الأزرق، ما هو الاقتصاد الأزرق والموجود حاليا والحفاظ عليه؟ لنتعرف أكثر عن هذا المصطلح لقائنا الآن مع الأستاذ الدكتور محمد علي، أستاذ الاقتصاد والعميد الأسبق لكلية النقل الدولي، ومؤسس أيضا لكلية النقل الدولي واللوجستيات بالأكاديمية العربية للنقل البحري التابعة لجامعة الدول العربية. أستاذ دكتور محمد علي، أهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك وكل مستمعينا الكرام. وحضرتك طيب وبخير. يعني ما هو الاقتصاد الأزرق؟ هو الاقتصاد الازرق الحقيقه يمكن مصطلح حديث، بدا يظهر في عام 2012، لان في اقتصادي بلجيكي بدا يتكلم على انه البحر مش مجرد بواني او مصايد لوحدها، بيتكلم على ثروات متعدده موجوده في البحار وفي المحيطات، ويجب الحفاظ عليها واستخدامها بشكل مستدام، وانه لو تم استخدام هذه الثروات بشكل جيد ممكن انها تزود الناتج المحلي الاجمالي وتخلق فرص عمل جديده كتير. فلو اتكلمنا عن المجالات الموجوده في البحر، عندنا البحر ممكن يكون مصدر للطاقه الجديده المتجدده، سواء كانت طاقه توليد الكهرباء من خلال الامواج او من خلال الرياح او من خلال الطاقه الشمسيه. وايضا عندنا مواد طاقه صخوريه موجوده زي الغاز الطبيعي والبترول موجود في البحار بكميات كبيره جدا، يعني اكثر من 30% من الاحتياطي العالمي للبترول مقدر موجود في البحار. وايضا الغاز برضه كميات كبيره منه موجوده في البحار. ايضا هناك ثروات ممكن البحار تجود ببعض الثروات خاصه في الامن الغذائي، يعني عندنا اسماك وعندنا طحالب بحريه، وهذه الطحالب ممكن تستخدم ايضا مش غذاء فقط وانما ايضا تستخدم كدواء. وفي ايضا عمليه تكوين املاح معينه ممكن تستخدم في البحار. كما يمكن تحليل مياه البحر للتغلب على مشاكل نقص المياه في اماكن كثير من العالم. ايضا هناك مصايد ممكن تساهم في تزويد الشعوب بالسلسلات. حضرتك عارفه ان بدل ما بنحتاج لحيوان وتربيه حيوانات وكده، وده مكلف في موضوع الميه، مم. فممكن الاعتماد على الاسماك كمصدر بروتين. مم. ايضا النقل البحري بابعاده المختلفه يمكن ان يكون مصدر الثروه، وهناك شعوب استطاعت انها تصل تزيد الناتج المحلي الاجمالي بتاعها بحوالي 30% نتيجه استغلال الاقتصاد الازرق. كل ما هناك ان احنا محتاج دي انشطه موجوده من زمان، لكن هو مم. بيتكلم عن الاقتصاد الازرق بيتكلم عن ابتكار فيه وحوكمه انشطته واستخدامها على نحو مستدام، وان احنا بننمي هذه الانشطه الموجوده في النهر الساحل بصفه عامه، ويكون في تكامل بين هذه الانشطه. طيب دكتور محمد، بستأذنك، الاقتصاد الأزرق في مصر يعني تم عمل مؤتمرات في الآونة الأخيرة في كثير من الجامعات المصرية، وحضرتك كرمت فيها بصفة شخصية لريادتك في مجال اللوجستيات والتطوير في الاقتصاد الأزرق والنقل البحري. يعني حدثنا أكثر عن هذا الموضوع بالنسبة لجمهورية مصر العربية. والحقيقه يمكن مصر في مجال النقل البحري الفتره اللي فاتت احنا في مجهود كبير جدا اتعمل في البنيه التحتيه في الموانئ المصريه. طاقات الموانئ زادت زياده كبيره جدا، ويعني مثلا كان عندنا طاقه الموانئ في الحاويات في 2008 كانت حوالي 8 مليون حاويه سنويا. النهارده تجاوزت 25 مليون حاويه، ومستهدف زيادتها ل 40 مليون حاويه بحدود 2030. ايضا في مجال طاقه الموانئ في استقبال البضائع العامه والبضائع العاديه، ضبط جاف ووسائل، كان الموجود في مصر الطاقه في 2008 170 مليون طن سنويا. زادت الطاقه دي 370 مليون طن سنويا، ومستهدف زيادة 400 مليون طن بحلول 2030. مم. اذا مجهود كبير جدا الى جانب ربط الموانئ، لكن احنا لسه عندنا ان احنا نستفيد من مواعيدنا بشكل اكثر استدامه، وان احنا ننمي الاستثمار اللي تم فيه. عايزين عوائد تناسب ما تم ضخ من الاستثمارات، وده يتطلب ان احنا نحولها الى موانئ لوجستيه وموانئ ذكيه وموانئ خضراء ايضا، مم. بمعنى ان يكون فيها استدامه للعناصر
فيها، وايضا ان احنا نقدر نحسن الربط ما بين الموانئ المصريه وباقي الموانئ العالميه، وما تبصش الماء البحري على انه موانئ فقط، وان انا عندي اصول وعندي ايضا انشطه اخرى مكمله للماء البحري زي مم. صناعات مم. السفن وبناء السفن، وايضا عندنا مجالات متعدده زي المراكب اللوجستيه والموانئ كافه كظهير لهذه الموانئ البحريه، وايضا ان ينظر الى نشاط الاقتصاد الازرق بشكل متكامل، يعني باعتبار بقيه الثروات اللي احنا اتكلمنا عليها في السؤال الاول. فانا اعتقد ان ده كله لا يحتاج ان يكون تكون كاحد توصيات المؤتمر ان احنا نشكل مجلس اعلى للاقتصاد الازرق، ان شاء الله. وبحيث ان ما يبقاش متنازع ما بين عدد من الوزارات، في مجلس بيناقش الموضوع بشكل مستدام وبشكل متكامل يحقق الهدف، وان احنا ننمي الناتج المحلي الاقتصادي الخاص، ويسهم الاقتصاد الازرق بنسبه تساوي ان مصر عندها واجهه بحريه مم. تمتد ل 3000 كيلو متر. ومش بس الواجهه البحريه، احنا عندنا حاجه اهم، وهي ان انا عندي في المياه الاقليميه بتاعتي ممتده، وفي كمان المنطقه الاقتصاديه الخالصه في دي تمتد لحوالي 200 ميل في السواحل المصريه، فبالتالي انا عندي مسطح بحري كبير، الى جانب انا عندي نهر النيل وعندي بحيرات متعدده موجوده في مصر. كل ده يحتاج ان احنا نستفيد منه استفاده تناسب موقع مصر الجغرافي وموقع ووجودنا على سواحل ممتده. الأستاذ الدكتور محمد علي، أستاذ الاقتصاد والعميد الأسبق والمؤسس لكلية النقل الدولي واللوجستيات بالأكاديمية العربية التابعة الأكاديمية العربية للنقل البحري التابعة لجامعة الدول العربية. يعني نتمنى فعلا مزيد من التقدم وفي المناطق البحرية. زي ما حضرتك ذكرت، احنا نتمتع بموقع متميز جدا مطل على البحرين وأيضا ونهر النيل ومجموعة من البحيرات. نتمنى أن تكون مصر في الصدارة دائما. شكرا لحضرتك يا دكتور محمد، نورتنا. شكرا. شكرا، مع السلامة.